لما بيتبقى عندنا ملوخية ورز بشعرية وشوية فراخ أو من غير فراخ بنعمل بيهم فتة ملوخية. بصوا الحلاوة، وصفة تيتا وجدو بقى. يلا بينا. اول حاجه هقطع العيش مكعبات وارش عليه شويه زيت او سمنه وادخله الفرن يتحمص. بعدين هعمل شويه صلصه حلوين كده، معلقه سمنه وفص ثوم. هخلي الثوم بس يطلع ريحته كده، وهحط عصير طماطم ومعلقتين صلصه كبار وملح وفلفل اسود ونص معلقه سكر كده حلوه تدي طعم حلو جدا. هقلبها واسيبها تتسبك وتتقل، واحضر الطشه الخطيره: معلقه سمنه وخمس فصوص ثوم وفلفل حامي وكزبره فريش، وما تنسوش تحطوا الكزبره الناشفه عشان انا نسيت. ونقلب ونعمل طشه عاديه خالص. العيش طلع من الفرن، هحط عليه معلقتين صلصه والملوخيه ولو عندي فراخ، ومعلقه من طشه الملوخيه والرز ابو شعريه. كل دي حاجات بايته. ومن فوق الوش هحط الصلصه وانزل بطشه الملوخيه، ولو في بواقي فراخ حطوها كمان، واللي عايز يزود ملوخيه يزود. ما تسيبوش الملوخيه على العيش كتير عشان العيش ما يطرش قوي ويفضل مقرمش. يا جماعه بجد طعم بياخدني كده للزمن لورا، خطير والف هنا.